الحمد لله رب العالمين، أي كل الحمد كائن لله رب العالمين. والرب تأتي معنى المالك الخالق البارئ المتصرف، وتأتي الرب من المالك فقط، كما تقول أنا رب البيت، أنا رب الكتاب، أنا رب السيارة، أي مالكها. وتأتي الرب بمعنى المصلح المربي، ومنه قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي اللاتي تربونهن. كل هذه المعاني صالحة، ولكن هنا المقصود الرب المالك القادر المتصرف المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى. والعالمين قال بعضهم هم الإنس والجن، وقال بعضهم الإنس والجن والملائكة، وقال آخرون كل ما سوى الله، وهو الصحيح، وهو رب العالمين رب كل شيء سبحانه، رب كل ما سواه جل في علاه.